الزحمة بين الحق والباطل؟ وليه بنتلخبط في السكة بين عاطل وبين واصل؟ وليه بنغرق وبنطبش ما بين حاصل ومش حاصل؟ مفيش ضمير. وإيه يخرجنا من العتمة؟ وإيه ينجدنا من الأزمة؟ وإيه يجيب فرح بكرة اللي راح عشانه كتير؟ وإيه يرجع للحرة فجر كان اسمه ضمير؟ إيه ندور بس جوانا عن الضمير. مشاهدينا، مساء الضمير، مساء الكرامة والحرية والعدالة الإنسانية، وبنقولها في الهواء الطلق وفي وسط الزهور وفي مكان بداية الحياة وبداية الخلق كانت هنا في أرض مصر. تعالوا مع بعض نشوف يا ترى حلقتنا النهاردة هتفتح لنا أي صفحة جديدة في الحياة. تعالوا نبتدي ونخلي الضماير صاحية. ليه شوارعنا اتغيرت عن زمان؟ احنا بنمشي لورا ولا لقدام؟ ليه وشوشنا اتغيرت عن زمان؟ احنا بنمشي لورا ولا لقدام؟ فين زرعنا؟ فين فننا؟ فين علمنا؟ طب فين تاريخنا؟ طب فين كلنا؟ ليه النهارده مش زي زمان؟ فين الضمير؟ مشاهدينا، تعالوا مع بعض نعرف أصل الحكايات عندنا. ابتدت من أرضنا، من أرض الشمس، أرض الخضرة، من أرض النيل. تعالوا نشوف ونسمع ونعرف تاريخنا. ليه إحنا بنحتفل بشم النسيم؟ ويعني إيه شم النسيم؟ وإيه علاقته بالخضرة وبالزرع وبالملانة وبالخس وبالبصل؟ وإيه علاقته بالفسيخ؟ ليه كل المعاني وكل الاحتفالات دي؟ هل هي مجرد أكلات بناكلها أو مجرد فسح بنتفسحها؟ لا، الحكاية ليها أصول. كان المصري القديم بيعتبر عيد شم النسيم هو بداية الخلق، وعشان كده في معلومة مهمة جدا إن الهرم الأكبر ما هواش 4 أضلع، هو 8 أضلع، لأن كل ضلع ليه مقسوم كده. بيحصل بنشوف ده إمتى؟ في يوم شم النسيم لما بتيجي الساعة 6 في الغروب، الشمس بتبين لنا قد إيه إن الهرم مقسوم نصين، ودي بداية الخلق وبداية الحياة. تعالوا مع بعض نعرف تاريخنا ونعرف أصلنا وفصلنا ومعاني كل الاحتفالات اللي عندنا وكل العلوم اللي عندنا عشان نعرف إحنا إيه يا مصريين.
مشاهدينا تعالوا نعرف أصل وحكاية شم النسيم. شم النسيم المصري البداية من هنا ومن أرض مصر. تعالوا ونتعرف، ومعانا الأستاذة عزة سليمان وهي باحثة في التاريخ المصري القديم. أهلا بيك يا عزة، أهلا بيك. وكل سنة وانتي طيبة وكل المصريين يا رب طيبين، ونفضل دايما محافظين على أقدم وأعظم أعياد مصر الإنسانية اللي أهديناها للعالم كله، وهنعرف ازاي لما هنتكلم. حلو قوي، كويس جدا انك انت ابتديتي بالموضوع ده اللي هو اعياد مصر الانسانيه. يا ريت دي بتبقى رساله بقى مش بس للمصريين، لكل العالم. قولي لنا ايه بدايه الحدوته؟ بداية الحدوتة وزي ما بيقولوا الكتاب بيبان من عنوانه. عنوان شم النسيم لما نبص على كلمة شم النسيم. شم النسيم دي كلمات باللغة المصرية اللي معروفة بالفرعونية. أنا مش هقعد أكرر تاني المعروفة بالفرعونية، هنسميها فرعونية عشان ده اللي الناس بتفهمه. فشم النسيم كلمة شم معناها اللي هي سمينا عليها حاسة الشم، سميناها على اسم فصل الصيف في مصر الفرعونية اللي هو الشمو، اللي هو كان بيبدأ في 21 مارس، واللي هو معروف بالانقلاب الربيعي او الاقلاب الربيعي، لكن في مصر كنا بنسميه، في مصر الفرعونيه كنا بنسميه الصيفي. احنا سمينا حاسه الشم على اسم فصل شمو عشان اول حاجه كنا بنعملها في عيد شم النسيم الاصلي اللي هو في 21 مارس وهنتكلم عنه. كنا بنبداه بشم الورد، فشمينا سمينا حاسه الشم على اسمه. كمان النسيم كلمه من مقطعين، هو حرف النون إن معناه بتاع، السيم النبات والزرع والمقصود به هنا الورد. شوفي بقى حضرتك الكلمتين الصغيرين دول اللي هم الجدر المصري، شوفي كم الكلمات اللي اشتق منها. هنعرف ازاي ان احنا بنتكلم لغايه النهارده عشان بيجي منها شمام ويشم والى اخره. النسيم نسمه نسائم يتنسم، شوفي قيسي على كده بقى كم الكلمات اللي اشتقت من شم النسيم. ده بيبين لنا ان احنا بنتكلم باللغه المصريه الفرعونيه مش لهجه. احنا يعني اللهجات ده موضوع تاني، لكن دي اول لغه. يعني العاميه المصريه هي ام اللغات كلها. هي مش العاميه، احنا كان في مصر عندنا اللغه المصريه الفصحى واللغه العاميه، فالاثنين دول احنا اللي اخترعناهم، اللي هي اصل لغات الشرق والغرب كمان. فده معنى اسم شم النسيم. طيب هم حضرتك من شويه قلتي ان هو ارتبط من 21 مارس اللي احنا بنحتفل هنا بيه في كعيد الام، وفعلا 21 مارس بتبقى بدايه طلوع الزهور والخضره. يعني يا ريت تشرحي لنا اكتر ارتباطه بالتقويم. احنا كنا بنحتفل بيه في 21 مارس لاننا طبعا ثابت علميا بالاثار ان احنا درسنا الوقت والفلك من 14,000 سنه، وفي اثار على كده. احنا لما بنينا الهرم الاكبر كان واضح جدا اللي هو قرب ما يقارب 5000 سنه. كان واضح جدا ان احنا فاهمين كويس جدا ان اليوم 24 ساعه، 12 صباحا و12 مساء، اللي هي 12 AM و12 PM، اللي العالم كله النهارده بدون استثناء ماشي على تقسيمتنا المصريه الفرعونيه. حتى مهما اختلفت ساعات النهار والليل فهي 12 AM و12 PM صباحا ومساء. احنا اكتشفنا الموضوع ده واضح لما بنينا الهرم، عبرنا عن الظاهرة دي في واجهة الهرم الشمالية لما كنا بنروح نقعد على سفح الهرم في شم النسيم في 21 مارس، وكنا ساعة المغرب كنا نبص على قمة الهرم وكأنه بيقسم الشمس شعاعها بيقسم الهرم نصين، يعني بيقول لنا في رسالة ان يا مصريين انتبهوا، احنا خلصنا فصل الشتاء وداخلين على فصل الصيف. خلاص النهارده الساعات النهار والليل قد بعض، لكن ساعات النهار هتطول. فهي دي الفكره اللي احنا يعني واضح ان احنا كنا المفاهيم دي عندنا قبلها كمان بالاف السنين. فاحنا فضلنا نحتفل على مدى الاف السنين في 21 مارس اللي هو عيد الربيع النهارده بشم النسيم بنفس مفاهيمه ونفس طريقته المصريه النهارده. للأسف لما جاء الإمبراطور الروماني اللي هو رقم 44 اللي هو اسمه أورليانوس، هو يعني بداية الكارثة على مصر بصراحة.
هو استولى على الديانة المصرية الفرعونية ونسبها لنفسه سنة 275 يوليانية أو ميلادية. نسبها لنفسه، وبالتالي رحل كل أعيادنا من شم النسيم لغاية، والأعياد اللي في النص بينهم كان في أعياد كتيرة تتعلق بالحصاد، حصاد الخس. كنا بنحتفل ليه عيد مخصوص 7 أيام أو 6 أيام. الثوم والبصل ليه عيد 3 أيام، وهكذا كان في أعياد كتيرة قوي، والبقول إلى آخره. فرحل كل الأعياد ليه بعد عيد القيامة. القيامة عيد كان قيامة أوزوريس اللي هو نسبه لنفسه، بما انه استولى على الديانة المصرية قال انا أوزوريس، انا وزير. استولى على الديانة، وبالتالي اعياد قيامة أوزوريس، قيامته الكبرى والصغرى، اعتبرت ان هي قيامته هو نفسه. فرحل كل الاعياد بالاكل، عشان كده بناكل في شم النسيم اكلات كتيره جدا زياده عن اللزوم، لانه اجلنا كل الاحتفالات باكلها الخاص بيها ليه بعد قيامته. لانه في الغالب احنا كنا في شم النسيم طبعا كنا بنصوم عن السمك في مصر الفرعونيه. هنتكلم ليه لما نتكلم عن الفسيخ. فبما اننا كنا بنصوم عن السمك، كنا بنعمل احنا السمك اللي هو البقلاوه اللي هو المجفف بالشمس، علشان لما نتحرم من صيد السمك واكل السمك نيجي ممكن في شم النسيم ما يضرش يعني ان احنا ناكل سمك البقلاوه اللي احنا جففناه، مش الفسيخ. الفسيخ ليه حدوته تانية. فبالتالي هو حب يحرم كل ده واجله ليه بعد عيده شخصيا، هو عيد قيامته. فهو ده السبب في مهم المعلومة دي قوي، لأن كان المصري القديم كان مرتبط يعني كل يعني حياته مرتبطة باحترام الطبيعة. يعني هو مرتبط بالطبيعة، وكأن في علاقة حب ما بينه وبين الطبيعة، وبيحتفل بما تعطيه الطبيعة من خيرات، وكانت مرتبطة أعياده بكده. أعياده. والديانة المصرية الفرعونية كلها كانت قايمة على الحفاظ على مصالح مصر الاقتصادية وأمنها القومي. ما أنت لو أمنتي أكل الشعب خلاص أنت ضمنتي أن أنت أمنك القومي، مش هيحصل اضطرابات ولا هيحصل مشاكل، الناس أكلها معاها ومخزونها معاها. فكل الديانة المصرية كانت قايمة على الاحترام او يعني تقديس ان احنا نامن امننا الغذائي. ويعني احنا كنا بنصوم عن السمك عشان نحافظ على الثروه السمكيه، لان فتره الصيام دي كان بيبقى فيها زريعه سمك. طبعا لو كلنا الزريعه معناها انه دي على الاجيال اللي طالعه لسه وعلى ان هي يعني تكفي تزايد عدد السكان. وكنا بنصوم احيانا عن البقول، لانه لو اكلنا كل مخزوننا من البقول اكلناه هو لسه اخضر، طب ما انت هتزرعي ايه السنه الجايه؟ البذور هتجيبي بذور منين؟ فكنا بنصوم ساعات عن البقول لغايه ما تجف، ونضطر ان احنا نحافظ عليها وهي جافه. عشان كده بنيجي في عيد شم النسيم واحنا عندنا يعني بنكافئ نفسنا ونبل الحمص والترمس والحلبه والى اخره من 7 حبوب مقدسه، كنا نبلها ونحب ناكلها في شم النسيم، ننقعها والى اخره، علشان ناكلها في شم النسيم مكافأة لينا على اننا حرمنا نفسنا عشان نحافظ على امننا الغذائي. فهي دي الفكرة. الديانة المصرية كلها قايمة على حماية مصر، علشان كده كانت ناجحة. مواردها الطبيعية واللي اساسها الشمس والارض يعني والزرع. وهتلاقي دايما في عشان يعني الديانة كانت بتخدم على المصالح الاقتصادية. يعني لما كنا بنصوم عن السمك كان دايما هتلاقي فيه قصة دينية محكمة علشان تقنعك انك لابد انك تمتنعي فعلا عن السمك. اللي هم قالوا لنا لو سمحتوا في زريعة ما حدش ياكل. طبعا ما حدش، واحد هيلتزم والاخر مش هيلتزم. فالحل ايه؟ كان في قصة دينية مرتبطة بالحكاية دي. باختصار انه احنا عندنا الخلق ابتدى بأربعة من الجنس البشري، اللي هم اول الجنس البشري بدأ ب4 اختين واخين. الاختين إيزيس ونفتيس اللي هي بقت نفيسة دلوقتي، وأوزير عزة وليها اسامي كتيره جدا. واوزير او اوزوريس، والشيطان ست اللي هو اصل كلمه شيطان في العالم كله او في مختلف البلدان. فالمهم ان لما اوزير اتجوز جدتنا ايزيس اتغاظ الشيطان ست وقتلوا وقطعوا ل 13 قطعه.
وفرق جسمه على جميع أنحاء مصر. على فكرة لغاية النهاردة في مصر في عندنا 13 مكان اسمهم أبو سير. أبو سير هو جاي من بو وزير، بو يعني مكان، وزير بقى سير بقى أبو سير. ف 13 مكان على عدد القطع اللي اتقطع فيها وزع فيها جسم أوزوريس. وهو ده السبب اللي خلى العالم كله لغاية النهاردة يعتبر ان رقم 13 رقم نحس. انه جدتنا إيزيس نجحت في انها تجمع جسم جوزها أوزير، ولكن في قطعة كانت مفقودة أكلتها السمكة. فهنعرف بقى مع الفسيخ ايه علاقة ان السمكة اكلتها باننا نتحرم من اكل السمك في اللي هو الزريعة علشان نحافظ على امننا الغذائي. فهمنا كده؟ مهم قوي حكاية بس عايزة اقول حتة في حكاية الرقم ال 13. هو رقم 13 مش رقم نحس، لانهم هم ما لقوش الرقم، ما لقوش الجزء ال 13 هو العضو الذكري لأوزير. فهم يعني لأن اكتمال ال 13 واكتمال وجوده يعني اكتمال وجوده واكتمال كده بيصدروا لنا ان رقم 13 ده رقم النحس. لا، هو المفروض ان هو مش رقم نحس، المفروض لانه هو احنا لقيناه وجمعناه، يعني دي لعبة شيطانية عالمية كده. فهو العالم بيتشائم منها طبعا، لان الحضاره المصريه لما اتنقلت للعالم كله طبعا الناس كانت بتمشي على رجليها وتركب البحر يعني عقبال ما اللي كانت بتفتكره بتقوله. فالناس اللي حصل من هنا غير بقى اللي جم وغيروا التاريخ ونسبوه ليهم، وغيروا العلوم ونسبوه ليهم. طب أول كشفة كانت مع الرومان اللي هم استولوا على الديانة المصرية ونسبوها لنفسهم، وبعدين بهدلونا وكفرونا، ويعني حتى بقوا يخبوا الأديان بتاعتنا وشوية يحرقوا الكتب الدينية علشان ننسى إحنا مين. فهي دي الفكرة، إنه ارتباط الديانة المصرية بمصالح مصر الاقتصادية. اللي عايزة أقوله كمان إنه الموضوع ده كله ليه علاقة بقيامة أوزير أو أوزوريس، لأنه أوزوريس هو كان عندنا في مصر الفرعونية كان هو رب لحاجات كتيرة جدا. هو رب الشمس، وهو في قديم الزمان بعد كده بقى في أرباب للشمس والقمر وإلى آخره، بس فضل هو رب الشمس، لكن كان رب القمر ورب الزرع ورب الخضر والخضرة والخضار والنبات. وعشان كده لما كان بيبقى هو بنعبر عنه كرب الخضر أو الخضار كنا بنلونه باللون الأخضر، ولما بنعبر عنه كرب الموت بنلونه باللون الاسود. ومن هنا جاء رمز الحداد في العالم كله باللون الاسود عشان أوزير كان ميت لونه اسود. المهم ورب البذور والى اخره. فقيامة أوزوريس بالتالي بما انه هو كان رب لكل الحاجات دي، فلما كنا احنا بعد الفيضان بنحط البذور في الارض كأننا بندفنها، فانت بتدفنيها يبقى انت كده كأنك دفنتي الرب أوزورير او أوزوريس في الارض وهو كده مدفون. وبما انه هو رب الموت، فهو لانه بما انه اول واحد مات في الجنس البشري، وازاي لما ست قتلوا اتعلمنا ازاي ندفن موتانا ونحنطهم من أوزير، فهو رمز الموت. فلما هو بيبقى مدفون في الارض معناها ان هو ميت خلاص كرب الموت، لكن لما الزرع بقى يبدأ يكبر ويخضر وينبت كأن بداية قيامة أوزوريس. هي بيقوم 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 كل ما نحصد زرعة يبقى هو يقوم أكتر، يعني كأننا جبنا جزء من جسمه بنجمعه، بيتجمع عمال بيتجمع كل ده علشان يقوم من رقد المواد بتاعه أو الدفن بتاعه، بيقوم من الموت يحيا من جديد. فاحنا لما كنت الزرع بيكبر ويعني كأننا أوزير هو في نفس الوقت بيموت، وبنختتمه بتجميع القمح. هو كان رب القمح، والقمح عشان كده فضل في العالم كله اخد صفات الرب أوزير كرب للسلام والخير
و يعني كل المعاني النبيلة الإنسانية. فأهم حاجة احنا كنا بنجمع القمح في الوقت ده في قيامة أوزوريس، عشان كده لغاية النهاردة احنا بنحب نعمل أشكال بالقمح قبل عيد القيامة، عشان هو رب القمح اللي هو اللي هيقوم يعني. فمعناه انه خلاص مصر كلها بتقوم فائت، خلاص أدت مهمتها وجمعت أكلها وخزنته وأمنت نفسها، فمصر كلها بتقوم وتفوق، بالذات إن هو كان اسمه مصر. ف فهي دي الفكرة، إنه لقيامة أوزوريس. إحنا دلوقتي طالما أوزير لسه في الأرض بذرة أو لسه ما بدأناش نحصده، بالتالي جسمه ناقص، لانه لسه في حته هو ما قامش، لسه الزرع كله ما اتجمعش، بالتالي هو لسه عمالين بنجمعه، بنلاقي اجزاء من جسمه وبنجمعها، يعني لسه الحته اللي ضايعه من جسمه اللي هي كلتها السمكه لسه في السمكه. يبقى اذا ممنوع حد ياكل السمك الا لما الزرع يكبر واوزيريس يقوم. ازاي؟ علشان نحافظ على امننا الغذائي من السمك ومن الزرع ومن القمح اللي هو السلعه الاستراتيجيه في العالم كله النهارده. فهي دي الفكره. هتلاقي الديانه المصريه ربطتها بشكل محكم جدا، بحيث ان المصريين يحافظوا على ثروتهم من الغذاء، يعني كل الأغذية الموجودة عندنا، يعني للحياة، للحفاظ على الحياة، عشان نبقى عايشين سنة مرتاحة قدام. فهي دي مفهوم قيامة أوزوريس. عايزين نستغل ان احنا في حديقة الأورمان اللي صعبان عليا الحال اللي هي وصلت له. يعني الواحد بيفتكر طفولته قد ايه كان بيستمتع بالجمال والخضرة، لكن للأسف احنا هنحاول بما احنا مستغلين الربيع وان في زهور برضو وفي معرض للزرع والزهور، هنتمشى عشان نشجع الناس. بس تعالوا والنبي زوروا، يعني زوروا كل حتة في بلدكم عشان تشحنوا منها وعشان تقدروا تحافظوا عليها. بس قبل ما نقوم عايزه، واحنا بنتكلم على 21 مارس، ان هو احنا بنقول 21 مارس روح برمهات، اللي هو برمهات روح الغيط وهات بدايه الحصاد. اللي عايزه اقوله ان احنا للاسف اجبرنا على ترحيل العيد، عيدنا هو شم النسيم الاصلي، العيد الربيع، اجبرنا على ترحيله من الرومان، ولكن العالم يعني ملايين الملايين من البشر لغايه النهارده بتحتفل بيه باسم عيد النيروز. الهند والصين وايران فارس وكل ده لما كانوا الحضاره بتتنقل، وخصوصا لما فارس احتلتنا اللي هي ايران، نقلت كل الحضاره للشرق الاقصى. فاللي عايزين نقول ان العالم كله النهارده، مش العالم، الشرق الاقصى بالذات اسيا، بيحتفل بعيدنا شم النسيم بنفس معناه الاساسي بتاعنا، بنفس معناه، بان هو عيد السلام والخير، واللي زعلان لازم يبقى فرحان، واللي متضايق ولازم تغني وترقصي وتفرحي، وتلاقي في الهند الناس تلون وشها بالالوان الورد الجميله، ويولعوا النار ويلعبوا بالميه اللي هم قالوا عليهم مجوس. توليع النار ده عشان انت لما بتحصدي الارض بيبقى فيها مطرح الزرع ممكن يعفن، فانت عشان تقتلي كل المظاهر العفونه واي روايح مش حلوه، كنا بنحرق باقي الاكل، الخضار، الزرع الموجود عندنا، وبالتالي بقى بتبقى لعبه. انت عارفه ان احنا نرش على بعض بقى ميه وكده، ولغايه النهارده الهند بتلاقيهم بيلعبوا في الطينه ويتمرمغوا، ولازم يقولوا الزعلان لازم يفرح، لازم يضحك، لازم لو شفتي حد متضايق لازم تزوريه. فهو عيد للخير والسلام. الصين عبرت عن عيدنا انه كعيد الخلق والبعث وتجدد الحياه بصورة جميلة جدا، ولكن بمنتهى الجرأة، يمكن احنا ما بنقدرش نعبر عنها كده، وصور موجودة على الانترنت بنفس مفهومنا المصري الفرعوني. حتى الحضارة الصينية والحضارة ما تسمى الحضارة الفارسية كلها أصلا حضارة مصرية، اختلفت أشكالها حسب بقى المجتمعات اللي راحت لها الخلفية بتاعتها. فمش من باب أولى إن احنا نرجع عيدنا في مكانه في توقيته ونحتفل بيه عيد الربيع، يعني بداية تفتح الزهور. محتاجين نرجع حاجات كتيرة، ومحتاجين نرجع مصر. يلا نتمشى.
جميل الورد، الورد جميل وله أوراق عليها دليل من الأشواق. إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا وصلوا قريب، شوف الزهور وتعلم بين الحبايب نتكلم. شوف 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 الزهور شوف وتعلم. والنرجس مال يمين وشمال، والنرجس مال يمين وشمال على الغصن بتطيب ودلال. والنرجس مال يمين وشمال، والنرجس مال يمين وشمال على الغصن بتطيب ودلال. عيونه تقول معانا عسول، خلينا بعيد عن العزال. شوف الصخور وتعلم بين الحبايب نتكلم. شوف 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 الصخور شوف وتعلم. تعالوا نكمل الحكاية ونعرف ايه حكاية الفسيخ وليه اسمه فسيخ، وهل هم المصريين القدماء هم اللي سموه فسيخ ولا تحور الاسم بعد كده؟ قولنا يا عزة ايه الحكاية. فسيخ جاية من اسم، هو طبعا مصري فرعوني، جاية من كلمة سفخ. سفخ يعني معناها السبعة، ده معنى كلمة فسيخ، سبعة، عشان كنا بنعمله 7 أيام اللي هي 7 أيام الآلام اللي كان قبل ما يقوم قيامة أوزوريس، اللي كان النواحات بتمشي في الشارع تقعد تندب على موت أوزوريس وإن هو اتقطع وإلى آخره، وإن هو خلاص بيقوم. لأن أنا كنت طبعا أول ما نقدس رقم 7، والقداسة رقم 7 دي موجودة في حاجات كتيرة جدا، لأن أنا أول ما نآمن بأن الكون اتخلق في 6 أيام وإن ربنا استوى على العرش في اليوم السابع. المهم انه الفسيخ جاء منها كلمة سفخ، جاء منها كلمة فسيخ. في حاجة في اللغة اسمها ممكن في حروف بتتبدل مع بعض، في الكلمة بتتشقلب، فسفخ بقت فسخ، فسيخ، فسح بالصاد، وفسح بالسين، وبسخ وبيساخ، وسيفن وسبعة والسبعة، وتيبن بالألماني، يعني جمعها كل ما لها علاقة برقم 7. فهي ده معنى كلمة فسيخ. يعني اللي يدرس اللغة المصرية القديمة هيقدر يوصل للغات الأجنبية بسر، هو ده السر على فكرة، هو السر في اللغة المصرية تكمن الأسرار. ونعرف إن احنا بنتكلم مصري، لغة مصرية فرعونية. احنا كنا ليه عملنا بقى الفسيخ؟ لانه احنا زي ما حكينا على قصه دينيه، قبل ما يقوم اوزوريس في ال7 ايام الالام كنا نبدا نعمل الفسيخ بنفس الطريقه ان احنا بنملحه. ليه بنملحه؟ علشان الأزير عشان يكتمل، واحنا قلنا في جزء منه اكلته السمكه، بالتالي عشان هو يكتمل لابد ان احنا نحنطه بالسمكه، فعشان كده هو موجود على معبد الدير البحري عباره عن سمكه متحنطه يعني فسيخه. فهي دي المفهوم الفسيخ، انه خلاص بقى انه كده اوزوريس
جسمه اكتمل تماما، وهتقوم قيامته باكتمال السمكه وتفسيخ الفسيخ وناكله. منها على فكره جت فسيخ، جت مثلا ده بيفسخ الباب، ده مش يفسخ هو كل الكلمات اللي احنا بنقولها النهارده اللي دخلت في وزي ما قلنا دخلت في اليهوديه، ودخلت في اللي هي فسح بسخ وبيساخ دي باليهودي بالعبري، وجت منها كلمه فسحه. ليه فسحة؟ لأنه العيد القيامة كنا طبعا، وعيد شم النسيم عموما كان مرتبط بأن احنا نخرج بره في الهواء الطلق، ان احنا لازم نشم الورد ونتبسط ونلعب ونغني ونرقص زي ما بنعمل النهارده، فسحة وفسحاية بالظبط. وبالتالي اتسمت كلمة الفسحة من الكلمة اللي هي ال7 أيام، اللي واحدة من مشتقات الكلمة. شوفوا بقى احنا اللغة المصرية اللي احنا بنتكلم بيها غنية، هي جدر الشرق، والكلمات انتشرت في الشرق والغرب يعني. فهي دي فكرة الفسيخ. ولو طبعا لو اتعمل كويس عمره ما بيبقى مؤذي ولا بيسبب ضرر، بيتعمل بضمير بس. وعلى فكرة يعني يمكن حاجة جديدة نقولها النهاردة، لو عايزين تعملوا فسيخ يعني في طريقة سهلة جدا. عارفة بتجيبي السمكة البوري، بوري دي اسم مصري فرعوني، بتجيبي السمكة البوري وبتسيبيها كده ممكن 12 ساعة بره، فيا ريت حر شوية. وبعد كده راس السمكة بتمليها ملح كتير جدا، والسمكة بتحط لها شوية ملح خفيف خفيف قوي، وبعدين بتلفيها بقى وتحطيها في علبه يا ريت بلاستيك عشان ما تطلعش ريحه، وتسيبيها ممكن بعد 7 ايام 10 ايام تاكليها. يعني مش مستاهله السعر الغالي ولا الهيصه، مش مستاهله انك تتعرضي لمخاطره انه ممكن السمك يكون متفسخ او متملح وحش، فسهله جدا بس نقدر نعملها في كل بيت. تعالي نكمل الحدوته في حته تانية. بتخليك تثبت فيها سنة سنة. دقيقة العصرية في مصر، ولما على قبلية في مصر، مولد السيدة والذكر والهيصة، ورجعتين بركة في السيدة نفيسة، المشي على الكورنيش والبركة في لقمة عيش، فرح بلدي وليلة حنة، فيها حاجة حلوة منا، دي تتعبك ولا بتسيبها، تحيرك برضه حبيبها، على بعضها كده عيوبها، حتة من الجنة. عايزين نتكلم عن فكرة واحنا جنب الزهور والألوان وكده. الألوان دي كانت مهمة جدا. فكرة تلوين البيض، ان هم كانوا كمان بس بيحطوه بره كمان عشان ما تيجي عليه الشمس، اللي هو ايه، يحقق الاماني. كانوا بيكتبوا عليه حاجات ويرسموا امنيات. ايوه صح. احنا كنا بنكتب امنياتنا لان كنا بنحطها في زي ما بتقولي في سلال بره البيت، علشان أوزير هو كان رب الشمس، عشان أول ما الشمس اللي هو بيمثلها الرب أوزير يطلع الصبح أو تطلع الصبح يلبي مطالبنا، ونقعد ندعي طول الليل إن مطالبنا تتحقق. احنا كان لقينا او يعني المتخصصين في الاثار لقوا انه في بيض في بعض المقابر مثلا مكتوب عليه يا فتاح، رب فتاح تحديدا او بتاح، الاثنين واحد. يا فتاح هات لي عروسه حلوه زي هاتور، يا فتاح هات لي عريس حلو قوي زي حورس، ودي اتلقت في المقابر. وبعدين طبعا مع الوقت استبدل الكلام بالتلوين بلون الورود.
اللي عايزة أقوله كمان إنه يعني من عظمة حضارتنا المصرية إنه إحنا المصريين اكتشفنا فيما يقرب من 5000 سنة ويمكن أكتر إن الأرض كروية. يعني فرديناندو ماجلان اكتشف إن الأرض كروية أو بيضاوية من حوالي 500 سنة، بينما إحنا عندنا صور للرب بتاح أو فتاح في سقارة، كان إزاي قاعد على عجلة الفخار اللي هي بنشكل بيها، بنعمل أشكال الفخار، وبيشكل الكون كله اللي هو كون اللي هو الأرض يعني على شكل بيضة. يعني احنا ده معناه ان احنا كنا فاهمين كويس قوي ان الارض بيضاويه. كمان في حاجات كتير، هو كان في بعض المناظر مصور نفسه ان هو على شكل كوره كرب الخلق، هو المسؤول عن معنى بدايه الخلق البيض، الخلق والتامل. فهو عامل يقول ان الخلق هو اللي هو بيمثله كان في الاول على شكل كره او بيضه. فاحنا كنا بنؤمن بان البيضه هي بدايه الحياه، حتى من أناشيد أو مزامير ومزامير أو مزمور، دي كلمة مصرية فرعونية، مزامير إخناتون. كان عندنا كاتب أنا إله أحد لا شريك لي، خلقت البيضة، خلقت الحياة من الجماد كما خلقت الكتكوت من الكتكوت من البيضة. فهي دي كانت موجودة في أناشيد إخناتون. وعندنا كمان كتابات كتيرة جدا بتبين إن الأرض كروية. في يمكن اللي عايزة أقوله من الحاجات اللطيفة، في ناس هتقول يعني إيه بتحطوا الوردة على الشجر، يعني الشمس ازاي بتلبي الاماني؟ هقول لك ايوه الشمس بتلبي الاماني، احنا مقتنعين بكده. لما عندنا اغانينا المصريه الفرعونيه اللي بتقول لما الاطفال بيبدلوا السنان لازم الشمس يا شموسه خدي سنه الجاموسه وهاتي سنه العروسه. مش عارفه ليه اختاروا الجاموسه يعني. لا والوعد يقول يا شمس يا شموسه خدي سنه الحمار وهاتي سنه الغزال. دي كلمات على فكره كلها مصري فرعوني. فده بيبين لنا ان احنا، وطبعا لانها كانت بتمثل الرب أوزير، فطبيعي ان احنا نؤمن انه الرب هو اللي بيلبي الاماني. فهي دي فكره البيض وطبعا ده اتنقل للعالم كله. فكرة إن أكل البيض في شم النسيم، يمكن الغرب بقى يعني خلى العادة دي في عيد القيامة، ولكن الشرق الأقصى، إيران، الصين، الهند، كل المنطقة الشرقية خلت العيد إن هم ياكلوا البيض في في عيد الربيع اللي هو كنا بناكل فيه أصلا البيض في شم النسيم اللي هو شم النسيم بتاعنا. فهي دي فكرة البيض واللي احنا كنا مؤمنين ان هو مرتبط بالحياة، الحياة والبعث والخلق، الخلق الكون يعني. فشوفي قد ايه كنا متقدمين، يعني شيء عظيم جدا. في علوم يعني كأن علم قايم في علاقة الإنسان بالطبيعة وبالكون. وحتى لو الناس لاحظت نفسها هتلاقي مثلا زي الايام اللي احنا فيها دي من شويه زي ما قلت يوم 21 مارس بتبقى انت مشتاقه تاكلي الحاجات الخضراء، مشتاقه تاكلي الرنجه، مشتاقه تاكلي البصل الاخضر، صح؟ حتى الجسم كانه الجسم في علاقه بالكون وبالارض اللي بتطلعه الارض كمان، لان كل يعني مجتمع متلائم للطبيعه بتاعته طبعا. وكمان اللي واضح جدا انه كانت الديانة المصرية ازاي قد ايه كانت بتخدم على المجتمع، اللي هي الخصوصية المصرية الفرعونية اللي هي مرتبطة بقى بدورة النيل والأمن الغذائي وإلى آخره. فهي دي الفكرة. على فكرة إيران كمان بياكلوا حاجة اسمها السمكة الذهبية. السمكة الذهبية اللي هي فارس، الاحتلال الفارسي. السمكة الذهبية اللي هي الفسيخ، لما بيتعمل فسيخ بيبقى لونه واخد لون الذهبي، فهي نفس الفكرة، فهي خلوها السمكة الذهبية. يعني طبعا عادات كتيرة جدا. لو تبصي على ما سمي بالحضارة الفارسية، طبعا هي حضارة مصرية منقولة، قد ايه التناقض بين الكلام اللي هم قايلينه، يعني تناقض رهيب. عشان معرفش هم بقى مش فاهمين ان هم نقلوا الحضارة المصرية الفرعونية بالكامل، ولا يعني
يعني نوع من الاستيلاء ومش عايزيننا نعرف، لكن مستولى علينا من كل اللي حوالينا، والسبب ان احنا مش عارفين قيمة اللي عندنا. بالظبط. ومن الحاجات نعمل الاحتفاليات بتاعتنا كعادة، يعني الناس بتنزل في الجناين نفهم احنا بنعمل كده ليه. لكن دي ليها اسس وليها معاني وليها قيم عميقة، ويعني معاني جميلة جدا مرتبطة بحياتنا واقتصادنا وفكرنا وسعادتنا، كل الحاجات دي. تخيلي بقى حضرتك، يعني يمكن كمان حاجة عظيمة جدا بصراحة، الفضائيات والإنترنت نقل لنا لغاية عندنا ازاي اتنقلت حضارتنا من الصين والهند لغاية اسكتلندا في العالم القديم. ده هو كان العالم القديم، ازاي اتنقلت. فمن ضمن الاحتفالات يمكن اللي شفتها قريب، بيعملوا زينا بالظبط فيما يتعلق، يمكن بورسعيد هي متخصصة في الموضوع ده، ان هم يعملوا العرايس اللي هي بتمثل لنا الشخصيات المكروهة الشريرة، وان في العيد نولع فيها علشان نخلص من الشر ونبدأ مرحلة سلام. فدي لغايه دلوقتي بيحتفلوا بيها في امريكا، في اوروبا، في شرق اسيا، يعني منتشره في العالم من ثقافتنا المصريه الفرعونيه. وبالمناسبه يعني عايزه اقول انه عارفه فكره انت بتولعي نار وتعملي العاب ناريه، يعني بورسعيد لازم ليله شم النسيم قبل ما حكايه الغاز هي اتمنعت دلوقتي. قبل الغاز تلاقي كل الشوارع لابد فيها نار مولعه، نار، كل الناس بتولع نار وفرحانين وبيلعبوا، والشطاره تمشي بالعربيه جنب النار. دي هي التطهير. فلغايه دلوقتي بقت النار بس نقعد نلعب بيها، وهي دي واحده اتطورت بقت هي الالعاب الناريه اللي احنا بنشوفها النهارده، هي بدات من اللعبه بالنار ده، فبقت هي نماذج للالعاب الناريه. ده تطور. زمان لما كانوا بيعملوا العروسه بالورق ويخرموها ويحرقوها عشان الحسن، نفس الفكره، ومن عين فلان ومن عين فلان. ما هو العروسه اللي بتتحرق دي هي الست الشيطان اللي قتل اوزوريس، خلاص اوزير قايم، خلاص هتقوم قيامته، فبالتالي الشر ملوش مكان معانا، الشر بيختفي بيتحرق. فهي دي المفاهيم الجميله اللي يا ريت كل المصريين يفهموا احنا بنعمل كده ليه، ويفهموا قد ايه احنا شعب عظيم. حواديت كتيرة جدا مسروقة مننا، حاجات كتيرة جدا أو متاخدة مننا وهم حاسين بقيمتها وإحنا مش عارفين قيمتها.
عيد النيروز ليه سموه عيد النيروز رغم ان هو متاخد مننا؟ رغم ان هو اسمه شم النسيم، لان بما انهم نقال الحضاره وليس مش صناعها، بالتالي لما جم عاشوا في بلادنا، عارفه هم مش فاهمين احنا عملنا كده ليه، مش فاهمين احنا بنتصرف كده ليه، فنقلوا حته من هنا من اللي هو شم النسيم، ونقلوا اسم عيد السنه المصريه اللي هو نيروز بمصر الفرعوني اللي هو على اسم النيل المصري. واخدوا من كل حاجه شويه، وحته من العيد ده وحته من العيد ده، وبعد كده عملوا عيد النيروز بتاعهم. فهو ده السبب انه ليه ما تسماش شم النسيم، وليه متسمي عيد النيروز على اسم راس السنة المصرية مش المسيحية المصرية. فهي دي الفكرة. وعلى فكرة اللي عايزة أقوله كمان أنه العرب احتفلوا في آسيا، كونهم آسيويين، احتفلوا بعيد النيروز، والمتنبي والبحتري كتبوا أشعار في عيد النيروز اللي هو مصري فرعوني. الحجاج كان دايما بيروح يدي هدايا بأصباط من الذهب وهدايا كتيرة جدا، لأن احنا كنا بنتبادل هدايا في أعيادنا. فلغاية لما جالنا الفاطميين وتحديدا المعتضد بالله حرم احتفالنا بعيد شم النسيم أو عيد النيروز، وسمى النيروز المعتضدي، منع الفلاحين ان هم يروحوا يزوروا بعض، ممنوع حد يدي هدايا، ونسب العيد لنفسه وشوهه والى اخره. فعلشان كده العيد هتلاقيه في اسيا مختلف شويه، الصين مختلف، الهند شويه مختلف حسب ما اتنقل لهم. وطبعا زهرة اللوتس، بما اننا قاعدين في الوردة، زهرة اللوتس كانت بتمثل لنا هي تجدد الحياة، لأن كل يوم هي الصبح بتفتح مع الشمس، مع شروق الشمس اللي هو، وبتقفل مع المغرب، كأنها يعني نوع من البعث والموت، البعث والحياة والموت. فهتلاقي في الهند في رقصاتهم الشعبية لابد وأن هم يختموها بزهرة اللوتس. طيب هو الهند عندها لوتس منين؟ يعني احنا نقول عظيمه يا مصر عشان هم ما عندهمش الزهره، بيعملوا لما بيجيبوا زي ورق الشجر، بيحطوا نار زي الشمعة في النص وبيرموها في البحر عندهم، اللي هي كأنها زهرة اللوتس، ضوء. لكن هي والرقصة يعني انا شفتهم في الرقصات قالوا لابد انها تنتهي بزهرة اللوتس. ف يعني ده وغيره بيأكد لنا ازاي ان الحضارة المصرية اتنقلت العالم كله فيما يسمى بالحضارة الفارسية. طبعا هي الحضارة المصرية منقولة، وما فيش حاجة. اللي عايزة اقوله واختم بيه ان احنا قد ايه شعب عظيم، وقد ايه ان ما فيش حاجة، لازم نفهم ان ما فيش حاجة اسمها حضارة فارسية، هي اسمها الحضارة المصرية وقت احتلال الفرس لمصر. ما فيش حاجة اسمها حضارة يونانية ولا رومانية، هي كلها الحضارة المصرية وقت حكم هؤلاء لمصر. الحضارة حضارتنا بتاعتنا، مش حضارة حد تاني. وعظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم. نيلك ده السكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض الهرم. عظيمة يا مصر، أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم. نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض. مشاهدينا من حديقة الأورمان، الحديقة اللي مليانة نباتات كتيرة جدا، ومليانة زرع كتير جدا، ومليانة زهور كتير جدا، لكن للأسف ما احناش عارفين قيمتها، ولا عارفين قيمة تاريخنا، ولا قيمة زرعنا وشمسنا. في النهاية بنقول لكل المصريين خلي بالكم ببناتكم ومولاتكم، علموهم أصل الحكايات، علموهم تاريخنا فيه إيه، علموهم معنى الحياة عندنا، وإزاي المصري القديم ارتبط واحترم الإله واحترم الكون واحترم الخلق
وارتبطت حياته كلها بالكون. علموا بناتكم وولادكم ازاي يخلوا الضماير صحية. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم. نيلك ده السكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض